السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي أتم صحة وأحسن حال يا رب اللهم آمين. وحشتوني جدا يا بنات. النهاردة إن شاء الله الفيديو هيكون مختلف تماما، وأخيرا بقى هفتح حصالة أحلامي. عايزة أقول لكم متشجعة جدا، مبسوطة قوي وأنا بفتح الحصالة النهاردة معاكم. المبلغ زي ما انتم شايفين بجد مغري قوي. تعالوا بقى نشوف الحصالة دي ايه وفكرتها جات لي ازاي وكمان هنعمل بيها ايه، وحاجات كتير حلوة قوي جوه الفيديو إن شاء الله هتعجبكم. عايزة أقول لكم بجد فكرة الفيديو حلوة جدًا، وكمان تشجيع للبنات اللي ما بتعرفش تحوّش. أنا بصراحة يا بنات كنت فاشلة جدًا في موضوع التوفير وتحويش أي فلوس. تعالوا بقى أشجعكم معايا وأقول لكم إيه اللي حصل، بس قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على رسول الله وندعي لأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحم أمي وأموات المسلمين يا رب العالمين. هاقول لكم بقى الفكرة جات لي إزاي. بُصّوا يا بنات، أنا الحصالة دي تقريبًا يعني عاملاها كده من حوالي 5 شهور. قُلت بقى علشان ما افتحهاش، لإن بصراحة كنت باعمل محاولات كتير وكل مرّة يعني كنت باحاول أحوّش أو أوفّر أي فلوس، كنت بافشل على طول. طبعًا كنت باجيب برطمان، أي برطمان عادي كده بغطا، أول ما بالاقي نفسي بقى محتاجة الفلوس بافتح البرطمان على طول. جرّبت كمان أشتري الحصّالة اللي هي بقفل ومفتاح، وبرضه كنت باكسرها أو بافتح القفل، لو المفتاح ضاع منّي كنت باكسر القفل بتاعها. فالمهم بقى إن أنا فشلت بصراحة وعملت كل الطرق إن أنا أحوّش، فشلت جدًا. فقُلت بما إني بقى هاحوّش وهابقى كده سِت بيت شطورة زي ما أنتم شايفين، يبقى لازم بقى كمان أوفّر تمن الحصّالة بالمرّة، وكده، كده بقى الأزايز دي يعني موجودة عندنا في البيت. وطبعًا يعني استحالة ينزل منها أي فلوس زي ما شُفتوا كده، حاولت أفضّيها معاكم. طبعًا الفتحة بتاعتها ضيّقة جدًا، صعب جدًا ينزل منها أي فلوس. فجِبت بقى سكينة كده وسخّنتها وعملت لها الفتحة الصغيّرة اللي شُفناها مع بعض من شوية، يا دوب بقى على قد الفلوس الفضة، الجنيه والفلوس طبعًا الورق كنت باطبّقها وباحطها كده يعني إيه، بكل سهولة. قُلت هاجرّب بقى، لو الفكرة بصراحة طلعت حلوة هافضّيها بقى وارميها في أي وقت، طبعًا مش هتضايقني في أي حاجة، خصوصًا بقى إن الأزايز دي بتكون طبعًا موجودة عندنا كلّنا في البيوت. بالنسبة بقى للفلاشة اللي شُفتوها في إيدي يا بنات، كنت أول ما عملت الحصّالة زي ما قُلت لكم من حوالي 5 شهور، كنت باجرّب كده أحُط حاجة فيها يعني ما تكونش معدن، بحيث أشوف إيه اللي هينزل جواها وإيه اللي مش يعني هيكون صعب إن هو ينزل. باجرّبها لقيتها وقعت على طول. طبعًا جيت أخرّجها بقى وكده، فالحتّة الحديد اللي هي بتبقى في الفلاشة دي طبعًا اتعوجت، فكان صعب جدًا إن هي تخرج برّه الإزازة. قُلت خلاص هاسيبها بقى مش مهم، يعني مش هتأثّر معايا في حاجة. المهم بقى يا بنات زي ما انتم شايفين كده اللهم بارك، يعني المبلغ بجد مغري وحلو جدا. هقول لكم بقى بصراحة، يعني الفكرة ما كانتش يعني ما كانتش بتاعتي ابدا، لا كانت فكرة بناتي. هم بصراحة كانوا محتاجين كده حاجة معينة تكون موجودة عندي في البيت، وبقى لهم فترة بيطلبوا مني ان انا اشتريها وكده. فانا قلت لهم طب ايه رأيكم بقى لما نشجع بعض ونحوش مع بعض المبلغ ده ونشتريها على طول. فقلنا نجرب. صراحة لقينا بقى كل يوم كده الفلوس بتزيد. زي ما انتم شايفين يعني بنوتي بقى هنا كانت يعني بتجمع العشرات، كانت فرحانة بيها أوي، لإن هي بصراحة كانت كل ما بتلاقي بقى 10 جنيه جديدة مع حد، يعني كانت بتاخدها على طول وتحطها جوه الحصالة وكده. المهم بقى أي جنيه كده كانوا بيلاقوه كانوا بيحطوه في الحصالة على طول. ومش عايزة أقول لكم بقى الخمسات دي كانت أكتر حاجة، زي ما انتم شايفين كده هافضل طول الفيديو أجمّع في خمسات. المهم الصراحة الفكرة كانت حلوة جدًا، وبناتي كانوا فرحانين أوي وهُم بيجمّعوا الفلوس. وطبعًا كل ما بتزيد معاهم كل ما بيتشجعوا أكتر وأكتر. فيعني اللهم بارك في حوالي 5 شهور عملنا مبلغ حلو أوي. مش هاقول لكم طبعًا هو المبلغ قد إيه دلوقتي، أنا عايزاكم أنتم كده تخمنوا جوه التعليقات وقولوا لي بقى أنا حوّشنا قد إيه والمبلغ ده طلع معايا قد إيه. طبعًا هتشوفوا كمان الجهاز اللي فرحنا جدًا لمّا اشتريناه، يعني بتمن بقى الفلوس بقى وتحويشة العمر بقى 5 شهور بنحوّش. بس بجد اللهم بارك، يعني بجد المبلغ حلو جدًا وكلنا فرحنا بيه طبعًا. طبعًا قبل ما اشترينا كمان الجهاز اللي اشتريناه، يعني قررنا كده إن إحنا نطلّع منه حاجة لله، بحيث بقى إن ربنا طبعًا يبارك لنا في الحاجة اللي هنشتريها. وفي نفس الوقت إن شاء الله لو عملنا الفكرة تاني بإذن الله كده، يعني تكون فكرة حلوة بإذن الله. عايزة أقول لكم يعني في كمان ممكن تلاقوا عشرينات كتير. طبعًا بقى ده كان في اليوم اللي ما كانش مثلًا عندي فيه أكل أو باشتري مثلًا طلبات كتير في البيت، كنت ممكن مثلًا أحط 20 جنيه، ممكن 30 وهكذا. بالنسبة بقى لل50 ولل200 وال100 هتلاقوا كده كام ورقة. طبعًا دُولة يعني بصراحة مش هاخبّي عليكم ما كنتش محوّشاهم. أنا في بعض الأيام كده كنت باقول مثلًا يعني لبابانا أنا محتاجة أشتري حاجة، وكنت باخدها أحطها معاهم على طول. يعني ما كنتش بصراحة باروح أشتري بيها حاجة، لأ أنا كنت باخد ال200 جنيه وأحطها جوه الحصالة على طول. طبعًا وده برضه يعني تقّل معايا المبلغ، بس عايزة أقول لكم بقى كمية الفضة دي اللهم بارك عملت مبلغ حلو جدًا. يعني بُصّوا أنتم شايفين هي قد إيه، ما شاء الله كتير جدًا.
الفرحة بجد كانت بقى لمّا نزلنا اشترينا بقى الجهاز اللي اشتريناه، وبجد الفكرة حلوة جدًا يا بنات، تقدروا طبعًا تطبّقوها من دلوقتي، وإن شاء الله كده رمضان داخل عليكم، لو حابين طبعًا تشتروا برضه خزين للبيت، تشتروا جهاز معيّن محتاجينه في المطبخ، ابدأوا بقى من دلوقتي، طبعًا رمضان خلاص ما فيش وقت خلاص، يعني كل سنة وأنتم طيبين، فبجد الفكرة حلوة جدًا، باشجّع أي حد إن شاء الله إن هو يعملها. أنا بالنسبة لي بعد فرحة النهارده وأنا كده يعني باعِد المبلغ كده ولقيته اللهم بارك كتير، فقُلت لأ خلاص أنا إن شاء الله كده يعني بإذن الله في حاجات كتير أوي في دماغي إن شاء الله برضه هاتشجّع، وهاشجّع بنوتاتي كده بإذن الله دايمًا نحوّش ونجيب الحاجات اللي إحنا محتاجينها. بُصّوا بقى دول ال200 وال100 وفي كده برضه حوالي 4 خمسينات، الحاجات دي اللي قُلت لكم عليها كده كنت كل فترة كده باخد من جوزي حاجة وأقول له أنا محتاجة أشتري حاجة كده شخصية ليّا، وبصراحة كنت باخدها أحطها على طول جوّه الحصّالة. طبعًا الفضة زي ما أنتم شايفين كمان يعني ما شاء الله كانت كتير جدًا، جدًا. الفضة دي طبعًا يعني بتكون أكتر حاجة يعني بتطلع معانا في البيت. هنجمّعها بقى كده مع بعض كلّها، لإنها اللهم بارك برضه في جنيهات كتير وفي أنسِس، طبعًا قُلنا بقى يعني مش هينفع ننزل نشتري بقى الجهاز اللي هنشتريه بالفضة لأ، أنا جمّعتهم كلّهم كده وعدّيتهم أنا وبنوتي، وبعدين يعني بعتّهم بقى كده في المقلة بتاعة اللِب بقى والمقرمشات والحاجات دي، هُم بيحتاجوا الفضة. أي حد كده مثلًا سوبر ماركت أو أي حد أو صيدلية أو أي حاجة بياخدوا الفضة ما فيش أي مشكلة. اللهم بارك زي ما أنتم شايفين المبلغ حلو جدًا، وبصراحة كنا فرحانين أوي. طبعًا كمان أنا عايزة أقول لكم يعني أنا مسرّعة معاكم الفيديو لإن يعني عايزة أقول لكم أخدت وقت كتير جدًا لحد ما جمّعتهم وعدّيتهم. هنا لودي بقى بصراحة كانت تعبت، فقُلت بقى إيه لأ خلاص اقعدي بقى كده وأنا هاجمّعهم كده مع بعض، وبعتّها بقى زي ما قُلت لكم يعني جمّدت الفكة. هنا بقى ابني الصغير يعني ربنا يحميه يا رب، كان فرحان جدًا وقاعد يعِد بقى الفلوس يقول: "الله إيه ده يا ماما إحنا غنيين أوي." المهم الفكرة حلوة جدًا بصراحة، باتمنى إن أنتم تجرّبوها، لإن أنا إن شاء الله كمان بإذن الله هاعملها، طبعًا كلّنا موجود عندنا أزايز في البيت وعندنا يعني أي إزازة مش شرط طبعًا إزازة بيبسي كبيرة، ممكن لو إزازة صغيرة إن شاء الله أنا عندي إزازة يعني إزازة اللي هي الباندا بتاعة المَيّة اللي ولادنا بياخدوها معاهم في المدرسة وفي الحضانة، كانت كده اتخرمت من بنوتي وباظت، إن شاء الله في الفيديو اللي جاي بإذن الله بالكتير أوي اللي بعده، هاصورها معاكم وأقول لكم يعني إزاي برضه بافتحها وباعمل لها الفتحة بتاعة الحصالة. المهم بقى يا بنات هنا خلاص عدّيت بقى الفلوس، وزي ما قُلت لكم اكتبوا لي بقى في التعليقات كده وتوقعوا هُم قد إيه، وطبعًا اللي هيقول الرقم صح إن شاء الله ليه مفاجأة عندي حلوة جدًا بإذن الله. المهم بقى خلاص يعني قفلت طبعًا الفيديو على كده، ونزلت بقى اشتريت تاني يوم بُصّوا الجهاز بقى اللي فرحنا بيه فرحة مش عايزة أقول لكم قد إيه، تعالوا بقى نورّيكم يعني جِبنا إيه مع بعض، وبصراحة يعني حاجة من الحاجات اللي فرّحتني جدًا بعد تحويش بقى ومجهود 5 شهور. بُصّوا بقى الفلوس قد إيه اللهم بارك شايفين؟ بُصّوا يالّا بقى أنتم كمان اتشجعوا معايا وحوّشوا، تعالوا بقى نبدأ نحوّش مع بعض بإذن الله نعمل بقى حصّالة رمضان. تعالوا بقى يا بنات يالّا نشوف جِبنا إيه مع بعض، طبعًا ده بقى كان في يوم تاني، بس أنا جمّعت الفيديو وركّبته على بعضه زي ما أنتم شايفين. باركوا لي بقى يا بنات باركوا لي، بُصّوا جِبت إيه، جِبت الساندوتش ميكر طبعًا ولادي كان نِفْسهم فيه أوي مش هاخبّي عليكم، أنا كمان كان نِفْسي فيه جدًا. أنتم عارفين بقى الولاد بيحبّوا الحاجات دي أوي، خصوصًا بقى إن هو اللهم بارك فيه 7 وشوش، طبعًا بيعمل حاجات كتير حلوة جدًا كل الأطفال بيحبّوها. وعايزة أقول لكم يعني أكيد بحثت كتير قبل ما اشتريه، وسألت برضه ودوّرت على أساس بقى أجيب حاجة على قد الفلوس اللي حوشناها وكده. طبعًا أنتم عارفين الأسعار اليومين دول غالية جدًا، المهم بقى إن أنا يعني اللهم لك الحمد يعني رسيت في الآخر كده على ماركة سوكاني. عايزة أقول لكم يا بنات الماركة دي اللهم بارك بجد أثبتت نفسها جدًا في الفترة الأخيرة. يعني في أجهزة كتير جدًا عملت عليها ريفيوهات لقيت الكل ما شاء الله بيشكر فيها جدًا. الجهاز زي ما أنتم شايفين حجمه صغير كده على قد الكشكول، يعني مش هياخد مساحة ولا مكان خالص على الرخامة. هي 750 واط 7 في 1 طبعًا وِش للجريل ووِش للدوناتس وكمان وِش للسمبوسة، فيها كمان وِش الوافل اللي كل طبعًا الأطفال بيحبوه، وفي كمان وِش للجوزية ووِش للمعمول وتقريبًا وِش للتوست تقريبًا. الحلو فيها كمان إن هي أوتوماتيك، يعني ما فيهاش زراير بقى ولا أي حاجة، يعني سهل جدًا طبعًا إن الأطفال حتى لو صغيرين يستخدموه، وأنتِ طبعًا تكوني متطمنة عليهم، خصوصًا بقى إن هُم بيحبوا الأكل بقى والسندوتشات بقى المقرمشة شوية، وكمان دورة التسوية فيها مش بتاخد أكتر من 3 أو 4 دقايق، يعني آمنة جدًا على الأطفال، أهم حاجة بس تعرّفيهم إزاي يستخدموها، وإن شاء الله بإذن الله في الحلقات اللي جاية إن شاء الله هنعمل مع بعض فيها وصفات كتير جدًا بإذن الله.
وزي ما أنتم شايفين كده طبعًا يعني الإسطمبات بتاعتها صغيّرة لإنها طبعًا استخدام بيتي، يعني بتعمل كميات صغيّرة طبعًا يعني مش زي بتاعة الشارع خالص. الوشوش كتيرة اللهم بارك، وخصوصًا بقى الوافل اللي كل الأطفال زي ما قُلت لكم بيحبوه، طبعًا بيحبوا الدوناتس جدًا. عايزة أقول لكم أنا بجد فرحت جدًا، جدًا بفكرة الحصّالة، وإن شاء الله هاعملها كتير بإذن الله، وإن شاء الله نتشجّع مع بعض كده ونعملها مع بعض لرمضان. نفّذوا الفكرة وبجد شجّعوا أولادكم، مش شرط تحطّي مبلغ كتير لأ، صدّقيني لو بدأتِ وأخدتِ قرار كده إن أنتِ تحوّشي ولو بحاجة بسيطة، إن شاء الله هتلاقي نفسِك عملتِ مبلغ حلو جدًا محترم تجيبي بيه اللي نفسِك فيه. طبعًا مش شرط تشتري جهاز، لأ تشتري أي حاجة خاصة بيكِ، حاجة مثلًا خزين للمطبخ، خزين للبيت، لبس العيد يا بنات ممكن من دلوقتي برضه ننفّذ الفكرة ونعملها. يعني المهم إن أنتِ تقرّري وإن شاء الله تنوي وبإذن الله تجيبي حاجة كده تنبسطي بيها أنتِ وولادِك زي ما إحنا إن شاء الله عملنا. عايزة أقول لكم يعني أنا يمكن فرحانة بالجهاز جدًا، بالرغم إن هو منتشر بقى له فترة وموجود كتير، ولكن أنا الفكرة فيه إن أنا فرحانة إن أنا حوّشت أنا وولادي وجِبنا حاجة كده كان نِفْسنا فيها وجِبناها حاسين إن إحنا جِبناها بمجهود كده، فاهمينّي أنتم؟ المهم بقى يعني ما تنسوش بقى اللايك للفيديو، وإن شاء الله هنعمل مع بعض review حلو جدًا تفصيلي طبعًا للجهاز بإذن الله في الفيديوهات الجاية. أتمنى تكون فكرة الفيديو عجبتكم وتطبّقوها، ما تنسوش بقى تحطّوا لي لايك للفيديو علشان يوصل لعدد كبير من الناس، وكمان كلامكم الحلو اللي بيفرّحني وبيسعدني دايمًا، وأشوفكم على خير وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.